الإشي الوحيد اللي أطيب من رغيف خبز عربي فريش هو خبز عربي بالزعتر ممزوج مع زعتر أخضر بشهي. يلا خبز عربي بالزعتر. ما بقدر أوصف لكم نكهة الزعتر الأخضر لما يمتزج بنفس العجينة. الطعم ولا أروع، ووصفتي سهلة ومضمونة، هشة وطرية. يلا نبلش. بنبلش بمي دافية، خميرة، سكر ومنخلط. نتركها على جنب 10 دقايق لحد ما تتخمر. بننخل طحين، حليب بودرة، ملح، وبنزيد عليهم خلطة الخميرة وشوية زيت. بالنسبة للزعتر الأخضر بنقدر نستخدم البلدي أو البري. بنزيد وراق الزعتر وبنعجن الخليط لمدة 7 دقايق بالعجانة أو ربع ساعة بالإيد. هلأ بنغطي العجينة وبنخليها تخمر لمدة ساعة. بعد ما تخمر بنقطعها ل8 قطع على شكل كرة. بنغطيها وبنخليها تخمر كمان مرة لمدة نص ساعة. بنرق العجينة زي هيك وبنريحها 10 دقايق، وبننقلها على مقلاية حامية على نار وسط. أول ما تنفخ زي هيك بنقلبها، وبنضل نقلب فيها تقريباً 4 ل 6 مرات لحد ما تنفخ بشكل كامل وتتحمر. هيك صارت جاهزة. ما في أطيب من خبز البيت. صحتين.